يلا بينا بقى. النهارده هنعمل الفطيره الطالعه ترند اليومين دول، فطيره الجلاش. كان عندي لحمه مسلوقه، محدش عايز يعبرها وياكلها. كان عندي 3 حتت لحمه فقطعتهم وشوحتهم كده عشان انشف الميه اللي فيهم الشوربه. وكان عندي حتتين لانشون وحته بسطرمه، قطعتهم كلهم وعملتهم كلهم مع بعض، حطيتهم كلهم مع بعض وحمرتهم كده. وقطعت طماطمتين كبار وفلفل الوان وزيتون، ودي جبنه رومي وجبنه موتزاريلا وحتتين جبنه شيدر. يلا هنقطع الاول الجلاش. نقطعه حتت رفيعه كده. دول نص كيلو جلاش، نص كيلو جلاش. عندك بقى لفة جلاش قديمة مكسرة، مش لازم يبقى شرايط كده، ممكن تحطي جلاش المكسر حتى برضو تحطيه. عندك اي بقى بواقي لحمة، صدر فرخة مثلا، تقطعيه حتت رفيعة برضو وتشوحيه وتقطعي معاه الخضار كده. جميلة بصراحة، عجبتني ان هي ممكن تاخد اي بواقي عندنا. جبت صينية ودهنتها سمنة. هنفرد بقى كده الجلاش وننزله في الصينية النص الاول وبعدين نحط الحشو. يلا هنعمل بقى الخليط اللي هنشرب بيه الجلاش ده. كوباية اللبن، وزبدية، وبيضة، معلقة سكر، ونص معلقة ملح، ونص معلقة فلفل اسود، معلقتين كبار سمنة سيحتهم. ويا سلام لو عندك بقى حتة قشطة كده ولا حتة كريمة تحطيها كده على الخليط ده، يعني يا سلام. بس انا ما عنديش قشطة بصراحة ولا كريمة، فخلاص حطيت سمنة وكفاية كده. الدنيا ساقعة فالسمنة اتجمدت بسرعة، مش مشكلة، هتسيح كل ده هيسيح. نشرب بقى الخليط ده كده لكل الجلاش عندنا. ننزل بقى باللحمه اللي قلت لكم عليها دي. اللحمه كانت مسلوقه وحطيت لها، كان عندي لانشون حطيته، وكان عندي بسطرمه برضو حتتين كده حطيتهم. اي حاجه عندك باقيه قطعيها وشوحيها كده وحطيها هتبقى جميله. حبه عصاج ماشي، سجق ماشي، تونه. الطماطم نوزعها. دول بقى فلفل اخضر واحمر واصفر وزيتون. الزيتون مش كتير عشان انا عندي الزيتون حامي، بس يحرشها كده شويه. الجبنه الموتزاريلا اللي هنحطها على الوش مش دلوقتي بقى، بنطلعها بقى لما تكون خلاص استوت، يا دوب نحطها بس الجبنه كده تسيح عشان ما تنشفش، تفضل فيها المطه. وهقول لكم كمان على تركه حلوه قوي هنعملها تخلي مطه الجبنه الموتزاريلا رهيبه. يلا نحط بقى الباقي الجلاش.
يلا هننزل بقى بباقي الخليط بتاع اللبن ده ونشربه لها كويس برضه. خلاص كده خلصناها وشربتها كل الخليط بتاع اللبن. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200 من تحت بس. لما خلاص تكون خلاص استوت يا دوب هنحط حبة موتزاريلا على الوش وندخلها بس تسيح، وهوريكم بقى هنعمل ايه في الموتزاريلا عشان تمط كده. هدخلها الفرن وهرجع لكم. بصوا بقى التركه اللي انا قلت لكم عليها بتخلي الجبنه الموتزاريلا ليها مطه كده. حطيت الجبنه موتزاريلا وحطيت حبه جبنه رومي صغيرين وحطيت عليهم فنجان لبن. فنجان لبن. اول ما دخلت كده الصينيه الفرن رحت حاطه الجبنه الرومي والموتزاريلا وحطيت عليهم فنجان لبن. بصوا هي بتشرب اللبن كله. بصوا بقى وشها خلاص قرب يتحمر خالص اهو، ومن تحت استوت. شايفين بنعرف من الحروف كده ان هي من تحت استوت. عشان نعمل بقى ايه وش بيتزا كده من اللي قلبك يحبه. بصوا شربت اللبن كله اللي انا حطيته ازاي. ندخلها الفرن يا دوب بس الجبنه تسيح، مش عايزينها تتحمر عشان لو اتحمرت مش هتمط. ادي الفطيره بتاعتنا اهي طلعت. يا دوبك خليت الجبنه تسيح بس عشان نحافظ على المطه بتاعتها. يلا نطلعها بقى نحطها في الطبق كده ونقطعها. هي لسه سخنه مولعه يعني حالا طالعه من الفرن. وما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه.